تتعلق المطالبات الرئيسية لحل مشكلة بركة تمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير بضمان سلامة الزوار والحفاظ على المظهر الجمالي للموقع، وذلك عبر تركيب حواجز أو تغطية المنطقة المائية. المشكلة الأساسية تكمن المشكلة في أن تمثال رمسيس الثاني يقف داخل حوض ماء أو بركة دون حواجز واضحة، مما أدى إلى سقوط بعض الزوار، خاصة المنشغلين بالتصوير أو المبهورين بالتمثال في المياه. هذا الأمر يسبب مواقف محرجة وطريفة أحيانا، ولكنه قد يؤدي إلى إصابات أو تلف مقتنيات الزوار. الحلول والمطالبات المقترحة: تقدم الزوار والخبراء عدة مطالبات وحلول لمعالجة هذه المشكلة. تركيب حواجز: المطالبة الأكثر شيوعاً هي تركيب حواجز أو أسوار واضحة حول منطقة المياه لمنع سقوط الزوار، خاصة كبار السن والأطفال. تغطية البركة: اقترحوا البعض تغطية منطقة المياه بسقف زجاجي شفاف ومتين 3 طبقات سيكوريت يسمح للناس بالمشي فوقه ورؤية المشهد بالأسفل دون خطر السقوط، مما يوسع المساحة المتاحة للزوار أيضاً. وضع لافتات تحذيرية: التأكيد على أهمية وضع لافتات تحذيرية واضحة وجاذبة للانتباه لتنبيه الزوار بوجود المياه والتحرك بحذر. إعادة تصميم المنطقة: يرى البعض أن التصميم الحالي رغم جماليته البصرية يتطلب إعادة نظر لضمان الأمان بشكل أكبر، مع الحفاظ على الهدف الجمالي المقصود من وجود الماء حول التمثال. تهدف هذه المطالبات إلى الموازنة بين تقديم تجربة بصرية فريدة وعظيمة للتمثال والحضارة المصرية، وبين توفير بيئة آمنة لجميع الزوار. المتحف المصري الكبير واحد أكبر متحف للآثار في العالم، يحتوي على أكثر من 100,000 قطعة أثرية من تاريخ مصر القديم، بداية من ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني. يعرض لأول مرة كنز الملك توت عنخ آمون بالكامل، أكثر من 5,000 قطعة في مكان واحد. موقعه الفريد يقع عند هضبة الأهرامات بالجيزة، بحيث يمكن للزائر رؤية الأهرامات من داخل المتحف نفسه. تصميمه المعماري يبرز التناسق بين الماضي، الأهرامات، والحاضر، المبنى الحديث الزجاجي المائل نحوها. 3. رمز للقوة الناعمة المصرية مصر. بتستخدم المتحف كأداة لتعزيز السياحة والثقافة والتأثير الدولي. الهدف أن يكون مركزاً ثقافياً عالمياً يجذب العلماء والبعثات الأثرية والزائرين من كل أنحاء العالم. 4. دعم الاقتصاد والسياحة: من المتوقع أن يجذب المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً، وهو ركيزة رئيسية في خطة الدولة لتحويل الجيزة إلى منطقة جذب سياحي متكاملة. ثانياً، كيف تم توجيه الدعوات للعالم والرؤساء؟ 1. احتفالية الافتتاح الرسمية: الافتتاح في الأول من نوفمبر 2025 سيكون ضمن احتفالية عالمية ضخمة تستمر عدة أيام،